يا صباح الفل يا شباب، عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم في موضوع مهم، وهو الرقم موحد للاتحاد الاوروبي. ايه هو بقى يا سيدي رقم موحد للاتحاد الاوروبي؟ طبعا كلنا عارفين ان احنا عندنا في مصر، يعني مثلا لو انت محتاج الاسعاف ليها رقم، المطافي ليها رقم، الشرطه ليها رقم. تمام. امريكا عامله نظام، عندها رقم واحد بيتصل بيه الشخص اللي بيحتاج لمساعده، فبيبعتوا له حسب احتياجه. يعني هو الرقم عندهم في امريكا اللي هو 911، اللي هو 911. 911 دوت في امريكا ده رقم موحد، تتصل يبعتوا لك الشرطه والاسعاف على حسب احتياجك انت. تمام. هنا ايطاليا والاتحاد الاوروبي ليهم رقم موحد. كانوا زمان ليهم ارقام منفصله، الاسعاف ليها رقم والمطاف ليها رقم والشرطه ليها رقم. دلوقتي بقى هو رقم موحد، وفي الاتحاد الاوروبي كمان، يعني دول الاتحاد الاوروبي عندهم نفس الرقم ده، وهو ايه؟ 112 112. دلوقتي بقى هوريكم ايه البرنامج كمان بتاعه، عشان لما تبقى في مشكله تبعت لهم وهم يعرفوا طريقك ومكانك عشان يوصلوا لك باسرع وقت. تعالوا نحمل البرنامج. اول حاجه يا سيدي هتفتح المتجر بتاع تليفونك وتكتب 112، وهو ده البرنامج. طبعا يا سيدي بعد ما تحمل البرنامج هتخش عليه وهيطلب منك رقم تليفونك، هتدخل رقم تليفونك. تمام. وهيظهر لك بالشكل ده ويوافق وهيفتح لك. طبعا يا سيدي بعد ما هتخش وهتكتب بياناتك هتلاقي الموقع بتاعك ظهر على التليفون على طول. الحاله دي بقى اهم حاجه عندك، لو انت في اي مكان تتصل بيهم عن طريق حتى البرنامج، هتخش على البرنامج تبعت الرساله او تدوس، هيطلع لك صور اسعاف او مطافي او شرطه، انت هتختار اللي انت عايزه. اهم حاجه لازم تبقى مشغل الموقع بتاعك، اللي هو يعني زي التتبع وكده، اللي هو تبقى فاتح الخريطه او الموقع بتاعك. ما ينفعش انك تبقى قافل الخريطه عشان هم مش هيعرفوا يوصلوا لك، لازم تبقى فاتح الموقع بتاعك على التليفون.